أرست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005 ثقافة جديدة للتنمية تقوم على المشاركة في نهج أصيل نموذجي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يقوم على تثمين تدخلات المجتمع المدني عبر تحقيق الانسجام بين عمل الجمعيات والجماعات المحلية وكل المتدخلين. فهي مشروع يجعل الإنسان في صلب الأولويات والسياسات العمومية ويرتكز على منظومة قوية من القيم المتمثلة أساسا في احترام كرامات الإنسان وتقوية الشعور بالمواطنة وتعزيز الثقة والانخراط المسؤول للمواطن. إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تشكل قوام مشروعنا المجتمعي المرتكز على مبادئ الديمقراطية السياسية والفعالية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل والاجتهاد وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته. وقد شهد إقليم شتوكا أيتباها منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنفيذ مئات المشاريع وعلى رأسها تلك المتعلقة بالتعليم. فقد كان تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حاسما في هذا المجال من خلال توجيه العناية إلى الخصاص المسجل في هذا القطاع بالدرجة الأولى والعمل على تحسين مؤشرات التمدرس بمختلف الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار عمل إقليم شتوكا أيتباها على الحد من الهدر المدرسي وتحسين مستوى تعليم الأطفال المنتمين للأسر المعوزة عبر إطلاقه لمجموعة من المشاريع التي تهم اقتناء حافلات وسيارات للنقل المدرسي واقتناء دراجات هوائية لفائدة التلاميذ بمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم سواء السهلية منها أو الجبلية. فاعتبارا للطبيعة القروية للإقليم فإن تحديات تعميم التمدرس خصوصا بالنسبة للفتاة القروية بالمناطق الجبلية والنائية باتت الهاجس الأكبر في هذا المجال. بغينا نوجه الكلمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي صيفطت لنا هاد الترونسبورات اللي عاونتنا بزاف، عاونتنا من مجموعة من الجوانب. أول جانب هو الوقت، يعني كنكتسبوا الوقت بزاف، كنجيو في أمان خصوصا حنا البنات اللي كنا ما غاديش نقراو كنمشي هاد الترونسبور حيت والدينا كيخافوا علينا وكاين العامل ديال البعد، وهذا أول حاجة. والترونسبور سخر لينا هاد سميتو باش نجيو نقراو. وثاني حاجة باللي كنقتصدوا الوقت، يعني كنجيو بكري وكنمشيو للدار بكري، كيكون عندنا الوقت فاش نديروا التمارين ديالنا ونديروا الانشطه اللي عندنا، نعاونوا مالين الدار، يعني شحال من حاجه. حنا الحمد لله على هذا الخير اللي دارت فينا المبادره. كنا كنخافوا على ولادنا اكثر هي البنات، ما كناش نقدروا نصيفطوهم لا في العشيه ولا في الصباح. ايوا الحمد لله دابا راه كان ترانسبور مشاو في الامان ورجعوا في الامان. وهكذا وبفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بلغ تعداد المشاريع المتعلقة بالنقل المدرسي بإقليم شتوكا أيتباها منذ انطلاق هذا الورش الملكي إلى ما تم سنة 2015 بلغ 25 مشروعا، 22 منها خصصت لاقتناء حافلات للنقل المدرسي بقيمة إجمالية قدرها 8,740,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 2,980,000 درهم، في حين بلغت مساهمة الشركاء إلى 5,760,000 درهم. واستفاد من هذه المشاريع أزيد من 1,725 تلميذا وتلميذة. كما خصصت 3 مشاريع لاقتناء دراجات هوائية بتكلفة إجمالية وصلت إلى 760,000 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 300,000 درهم، بينما ناهزت حصة الشركاء 460,000 درهم، بحيث تمكن أزيد من 700 تلميذ وتلميذة من الحصول على دراجات هوائية. إن هذه المنجزات والمكتسبات التي تحققت بالإقليم
لا تجسد بحق نجاعة الخيار المجتمعي الذي تبناه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المرتكز على مبادئ الديمقراطية والفعالية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي، تماشيا مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ترم التصدي للمعضلة الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي ببلادنا.